حبيباتي عزيزاتي في هذا الفيديو الجديد ومع وصفة جديدة من وصفات أم محمد ماجد. في هذه الوصفة خوتي جبت لكم وصفة تاع تغنتة التقليدية. كنا نخدموها بالكاوكاو ونطحنوه. هاد الخضرة طحنتها مليح الكاوكاو حتى ولا لي بقى لي يطلق الزيت تاعه هو حامي نطحنوه. واحد البنة خرافية عجيبة عندكم وتجي طرية وتشد لكم فترة طويلة بهذا الطراوة، ما تيبس ما يتغير الذوق تاعها ما والو. اللي عجبته الوصفه تاعي ما عليه غير يجي معايا لمطبخكم، مطبخ ام محمد ماجد، تعرفوا على التفاصيل وطريقه التحضير. السلام عليكم حبيباتي عزيزاتي. في هذا الفيديو باغي نحضروا تقنته المولد على الابواب ونحضروا لها التقنته كي نحضروها. شوفوا كي راني دايرتها في الدوغي غير شويه فونسي. نتوما هنا راهي تبان لكم بيضه بصح هي لا، خاطش عليه الاضاءه راهيش تعطي للسميد الحق تاعه. انا هنا راني نشوف فيه راه دوغي غير شويه فونسي، ماشي بزاف، ما تغمقوش وما تكحلوش باسكو كي نزيدوا له الحسل وكاع يزيد ياخذ اللون تاع الحسل. ما كانش فينا اللي ما تعرفش تقلي السميد، تقلي على نار هاديه كيما هكا وديريه في كوكوط طاجين مقله. المهم الحاجه اللي ديريها فيها تكون ثقيله، كل 5 دقائق نجو هكا نقلبوا. هادشي علاه النار غادي تكون هاديه، ما تقولهاش باسكو علاه السميد ما يطيب لكمش. او ميم طون غادي يدير لكم هذوك النقاط الكحلين اللي ما يعطوش البنه والشاغ والمنظر للتقنته تاعكم. النار تكون تحت المتوسطه ونقعدوا ساعه على ساعه نقلبوا. بويسكي غادي نديروا في حاجه ثقيله ما غاديش نخافوا عليها. الا درتوها في حاجه خفيفه قعدوا حداها وقعدوا غير تقلبوا. حاجه ثقيله لا، كل 5 دقائق انايا هكا ندير صباحي او ميم طون راني نجي نقلب هكا فيها حتى اللي نكمل الكميه كاع اللي عندي ونعاود نولي معاكم. نسيت ما قلت لكمش انا هنا استعملت تاع الشكاره سبيسيال هذاك تاع الطمينه سبيسيال تغنته. وإلا ما شريتوش بالشكاره تروحوا عند اللي يبيع السميد وهاد الصوالح تقولوا له عطينا سميد تاع تغنته يعطيكم هذا جاي مرفود على تاع القوابس شويه باسكو المتوسط تاع القوابس يجي رطب بزاف. هذا متوسط غير شويه مرفود على تاع القابسه. هذا مكان انا نحس هذا يجي خير من الاخر في التقنته. اللي بغا ديره بالمتوسط تاع القابسه ثاني ديره، كل واحد كذا شتبغي دير. نكملوا بقيه الوصفه تاعنا تاع التقنته. غادي نبداو بالتقنته تاع زمان. شوفوا السميد كي حمصنا هنايا غير الفيديو ما راش عاطي حقه. شفتوا الرمله تاع البحر لا كولور كيفها دوغي في الفونسي ماشي رايح للمارون. ما ديروش هذيك الكحوليه داك القهوي وكاع، دوغي في المارون. ندو 2 كيما هكا كيلات هكا بومبي. راني دايره كيله الاولى وهذه كيله الزوجه. نروحو نحضروا لاصوص تاع التغنيته. انا نقولها لاصوص. عندي هكا كيله دايبه، ندو الزبده دايبه باش نعرفوا الحساب تاعنا. كيله كيما هكا معمره تاع مارغارين. انا ما غادي ندير فيها لا حليب لا والو، لا خاطرش علاه مارغارين كيما نعرفوا فيها نسبه تاع الحليب ونسبه تاع الماء، تما ما كان له نزيدو. وكي ديروا فيها الحليب خصكم تاكلوها لو جور ميم. وهنايا في المارغارين الحليب وكاع فيه مواد حافظه، تما ما تخافوش عليها الا تغمل لكم ولا يصرالها كاش حاجه. زعما غير باش ديروا حسابكم الا درتوا الحليب خص ما تطولوش عليها، حطكم 3 ايام وتاكلوها وتحلوها في الفريجيدير باش ما تخسر لكمش. هنا عندي ثاني هكا كيله تاع حسل سهله ناهله، فيها بنه طريه لاطول مده ممكنه. انا الحسل تاعي ديت حسل الوجدان. ندو حاجه اللي تكون مليحه باش تجيكم في البنه مليحه، ما تدوش هذاك اللي يجي مسكر وكاع هذاك تاع لاباطاي الحسل صوالح كيما هكا البنه. هنا شوفوا واش عندي غادي نخدموها بريزيبيس. هذه تليق غايه ثاني الوحده تكون نافسه. رشه تاع قرفه، رشه تاع قرنفل مطحون ورشه تاع حرور نديروهم هنا. هذا الرشه تحسبوها صغيره بصح هذه اللي غادي تدير لكم البنه. هنا شوفوا واش راني دايره كميه. شوفوا الكاوكاو انا درت قد 2 حفنات، هو حامي قعدت نطحن ونحبس حتى اللي يطلق هكا الزيت تاعها يولي كيما البخاليني، يولي لكم كيما البخاليني. هذا هو السر تاع هذه البنه تاع التقنته تاع نهار اليوم.
هذه غادي نخدمها لكم تاع السميد، ولكن بطريقه عصريه. غادي نروحوا من اسهل تقنته حتى هادو اللي راهم تقنته بريستيج. في هذا الفيديو جبت لكم عندكم شوفوا كي تولي كيما لاباط تتلصق، يطلق هكا الزيت تاعه. هذه هي البنه. مداري حنا نطحنوا الكاوكاو والرقيق ونخلطوه مع السميد وتجي ثاني بنينه. بصح بهذه الطريقه تجي البنه قويه فيها التروسه. عندي هنا نص كاس هكا تاع جنجلان يكون محمص. كي للمبتدئات اللي ما تعرفش تحمص، دير الجنجلان في مقله على نار هاديه وتقعد تخلط به. كي تشوفها هي طرطق زعما حبه ناقص من حبه ناقص من صاي، تعرف باللي الجنجلان تاعها سي بون راه مقلي، وطلق هذيك الريحه الشابه تاعها. غادي نزيدها هكا. هنا غادي نجيب كميه تاع السميد تاعي. هذه تشد لكم اطول مده ممكنه وهي كيما هكا. نطحنوا بالكميه ونشوف. نطحن باش كيما نقولوا السميد يدخل في الجنجلان. ثاني الجنجلان هنا في هذه الاشواط ما غاديش ينطحن حتى يولي غبره، غادي غير كي يشغل يتهرس. كي يتهرس كاع هذوك الزيوت تاوعه والبنه تاعه تخرج في السميد والكاوكاو. خدموا التقنيه تاعكم بهذه الطريقه ورجعوا لي الاخبار. ديجا واحد الريحه راهي هنا كاع يديروا فيها الكاوكاو. كاع انا بغيت ندير فيها بخاليني هذا تاع الكاوكاو اللي صر منزلي. قدو الا ما طلق لكمش الزيت تزيدوا له قطره تاع الزيت. قد 2 مغارف كبار. الكميه في 2 حفنات ديروا قد 2 مغارف كبير باش يساعده باش يطلق الزيت تاعه. نبدو غير هكا باش كاع يتخلط السميد، ماشي غير التحتاني اللي يتخلط، مام هذا يتخلط. ريحه ما شاء الله. نقلع شويه من السميد هذا باش نكمل الاخر. بس كاع السميد تاعي ندخل فيه هذه البنه تاع الجنجلان والكاوكاو. نزيدوا هذا النص الزاوج. نتوما الكميه على حسب اللي تبغوا ديروا. هذه تقدروا ديروها كيما هكا تخلطوهم حتى لهذه المرحله كيما ها، وديروها في بيدو وتبلعوها بالبابي فيلم، تعاودوا تبلعوها بالبلاع مليح وتحطوها في الكونجيلاتور. قيس اللي تبغوا تجبدوا وتخلطوا مع الحسن والدهن وتاكلوا بالصحه والراحه. من جهه واحده اخرى درنا عسل والمارغرين هكا يذوبوا. كي نخلوها تغلي قعدوا عاسينها. بعد اللي كملت طحنت كاع السميد تاعي مع الكاوكاو والجنجلان. كي يبدا عند الاطراف يغلي نقلعوه ما نخلوش يغلي. شوفوا كي يولي كيما هكا يبدا يدير الفقاعات هنا في الجنب تاع الكاسرونه. عندكم راه يبدا يدير الفقاعات باش يبدا يغلي. هنا في هذه المرحله الحسن تاعي داب في وسط المارغرين. عندكم قاعد تخلطوا نقلع. وماذا بكم ملي تحطوه فوق الغاز نتوما تخلطوا باش يندمج غايه المارغرين مع الحسل تاعنا. شوفوا كي تقعدوا غير تخلطوا في الحسل مع المارغرين وهما يذوبوا. عندكم ديرلكمش هذيك الطبقه الفوقانيه تاع الليدام والطبقه تاع الحسل يجوا مندمجين. هذه ثاني من سر نجاح التقنيه تاعكم وتقعد لكم طويله لمده طويله. تقدروا هكا تنفخوها يومين 3 ايام باش يشرب غايه فيها ويجيكم السميد تاعكم ارطب. كيما قادره توجديها كيما هاك في هذه المرحله وقيس لي تحقي غير تنفخي. السميد تاعنا من بعد يتشرب كاع هذوك المقادير. الا درتو الجنجلان ما يشقاش ديروا حلوه الترك. الا درتو حلوه الترك ما يشقاش ديروا الجنجلان، لخاطرش نفس النتيجه يعطيها لكم. ديجا حلوه الترك مخدومه بالجنجلان والزيت، وكي تكثروا منهم يطلقوا لكم المراره في السميد تاعكم. عمركم ما تقيسوا الليدام مع الحسل على ضربه، نديروهم على 3 دفعات. هي غادي نديروا واحد المقدار خاطر على مقادير مضبوطه. هذه مقادير مضبوطه بصح نزيدوهم على دفعات باش السميد تاعنا ما يتكورناش ويتشرب غير بشويه الليدام تاوعه. هكا نديروهم كما قلنا 3 دفعات. عندكم شوفوا كي تولي لازم تكون كيما هكا باش ما تيبسلكمش، خاطر علاه غادي تشرب غير اللي لازم تشربه والاخر يقعد مطري السميد تاعنا. اولا عليها السميد تاعنا نديروه في الدوغي باش يجي على هاد لاكولور الشابه. خليه يشرب ونعاود نولي معاكم باش نديروا له التزيين.
شوفوا الميلونج تاعنا تاع السميد مع الكاوكاو مع الجنجلان التغنته تاعنا من بعد اللي شربت هانتكو كي ولات. كان الخليط سائل عندكم شحال شربت كاع هكا تقعد طريه سيبون. هنا السميد ما غاديش يزيد يشرب، غادي تقعد لكم هكا طريه حتى تقلوها شهر ولا شهر ونص ولا شهرين، غادي تقعد لكم هكا طريه باسكو هذه تشد، هذه تغلطها تشد خاطش علاه صاي يشرب كاع السوائل اللي كانوا خاصينه. ماشي كي تشوفوها هكا سائل تنخلعوا تروحوا تزيدوا السميد وكاع تولي لكم بلوكا. نجيب هكا صحون، انا عندي هادو الصغار كيما هكا. نتوما اي بواط اي حاجه عندكم كي تكون طريه كي تساعدكم تتمشى لكم غايه في الطبسي تاعكم وتجيكم ليس. شوفوا كي تجيكم ليس وشابه. يلا اللي تبغي دير هكا فرديين يكون عندها ولادها صغار ولا باش ما يخلطوش ولا دير لهم هكا فرديين، دير قاعده شابه للكبار وهي هكا فرديين يجوا شابين. كل واحد يدير طبسي حداه. نقلع من هذه شويه لخاطش كثرت فيها. نمسحوا هكا الاطراف تاع الطبسي نقوه. وهنا عندي طبسي هكا ندير ونشوف. هذه الكميات دير لكم شحال من طبسي عندكم، شحال راه باقي قد ما ديروا شحال من طبسي واحد اخر. انا خليها هكا ما تخسرش. اش غادي نديرها نحكمها نديرها في بورط مونجي ونبلع عليها قيس اللي نبغوا نجربوا ناكلوا نديروا غير لا فينيس. شوفوا هنا نديروها هكا في بورط مونجي ونبلعوا عليها ونخلوها قيس كيما قلت لكم تشد لكم ما تشد لكم. خاطرش علاه ما تخدميهاش عمرك تغنته ما تخدميها بالحسن اللي مصنوع في الدار باسكو تخدم بالحسن عن تجربه. الحسن اللي مخدوم في الدار يغمر لك تغنته تاعك. خدميها بالحسن تاع برا اللي فيه المواد الحافظه، هذاك يشد لك اطول مده ممكنه. هذه عن تجربه. نغرقوا عليه كيما هاك ونخلوه في مكان نورمال في الكوزينه في الدرج ولا في البلاكار ولا في البوطاج كيما تبغي. كيما هكا كي تخرج لكم نديرو هكا نقو الاطراف. نديرو هنا هكا قرفه. المول تاعنا انا غادي نخدم هاد الورقه، نتوما اي مول يكون عندكم تخدموا به. ندير هكا القرفه هنايا، نجي نحكم المول تاعي نحطه هنا باش يتشمخ لي شويه والقرفه تخرج لي واضحه باينه. ونعاود نغمسها هكا في القرفه ونجي ندير هكا. شو كي تخرج لكم باينه واضحه. تبغوا تحمقوا ديروا شحال من كوش. هذا الشكل المعروف كاع الناس دير هذا الشكل. في الوسط هاك نفتت شويه تاع حلوه كم بكري الوصفات هادو تاع تغنته كاع باش توجدوا المكونات تاعكم نتوما ثاني تفرحوا العائله تاعكم في هذا السيدنا. عندي هنا كميه هكا تاع لوز مخلط محمص بين تاع القشره واللي ما فيهش القشره. ندير حبه تاع قشره وحبه لا، ندير حبه بيضه وحبه تاع قشره. انا نعطيكم غير هاد التزيين اختياري. كاوكاو بذوق البيستاش نديرها هكا هنا في الجناب. نروحو غير بشويه باش هذا نديروه غير باش نكاسو لا كولور. نتيا الا عندك بيستاش ولا نجمتي ديري بيستاش ديري. هي الكيفيه تاعنا تاع تغلطه جاهزه حاضره في صحن التقديم. شوفوا عطيتهم هنا هذا التزيين البسيط وانتم التزيين كيما تبغوا ديروا. عندكم هذه الكبيره وهادو هكا انديفيديوال. بزاف ناس يبغوا يقدموا هاد الوصفات هكا فرديين ويجوا بريزونطابل سورتو كيكونوا عندهم زعما حفلات ولا كيما نفاس ولا يبغوا هكا كل وحده يعطوها التاعها. الا ما ثلاثه ثلاثه تدير معاه باسكو على الطباسه جات اكثر من رائعه. فيها واحد بنه خرافيه. شوفوا شحال طريه تقعد لكم هكا طريه عندكم. شوفوا شحال طريه
العفسه فيها التغنته من تكونوا تاكلوا فيها ما تعرفوش تقعدوا غير تحوسوا على البنه شكاين. هي هذوك لي زيبيس يطلقوا بنه، الكاوكاو خاليين يطلق بنه، والجنجلان يطلق بنه تصرفته. هيا تخيلوا هادو كاع البنات يتلاقوا شي يديروا. اكثر من رائعه، ما تقدروش تحبسوا تبدو. طيب بزاف التغنته بكل معنى الكلمه، تقعد تشد لك اطول فتره هكا اطريه، ما تخافيهاش كاع، ديريها بالمقادير والطريقه اللي خدمت بها انا، ما تحشمكش كاع لا في زعما المناسبات لا في كل شيء. هذه تغنته ما تحشمكش، ديها من عندي. الى عجبتكم الوصفه خواتاتي ما عليكم غير ديروا لي لايك، اشتراك، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه جديده وفيديو جديد. الى اللقاء.